الله. ورجيني دفترك. وين العشرة؟ أخذت 10 ولا لا؟ يا عيني. هيك البصلة كمان رح نقليها، نعمل لها تحميطة صغيرة حتى تتبل. شوف شعلان صغيرين. شو متحمسين على الصوبيا؟ الله يبعث الخير. هون المطر نازله والله، اجواء بتشهي القلب يا عيني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يسعد لي صباحكم، كل أوقاتكم، كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تضلوا دائما بخير. ورجعت لكم بفيديو جديد ويوم جديد وفيديو مميز، وراح أخذكم معي لزيارة لبيت صديقتي، وعزمتنا هيك على الفطور، يعني لمة أصدقاء ورفقة مثل الأخوات. وكمان شاركتكم دلال الكنة في بيت حماها. قضينا يوم دافي ومميز. حضرنا أنا ونسوان أخواتي لزوجي يعني سلفاتي أطيب أكلة يلي هي المندي. كمان أضفنا لمسة شتوية وركبنا صوبيا أو مدفأة اللي هي المازوت ببيتي. فتابعوا الفيديو لتشوفوا معي كل التفاصيل واللحظات الحلوة. قبل ما نبدأ خلونا نكسب الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهيك يومنا ما شاء الله، وكان مطر ونزل حب برد ونحن برا البيت. هلا هون اول شي هيك كنا معزومين عند صديقتي على صبحيه، فاخذت اولادي ورحنا وتصبحنا هيك بفنجان قهوه غير شكل. يعني هون مشوارنا من الصبح بكير، وان شاء الله هيك نواحي الظهر بدي اروح لبيت حماي. وبعد ما شربنا قهوتنا فلقيت رفيقتي عم تحضر الله يجزيها الخير سلطة فواكه، عن جد ما شاء الله طالعة كتير لذيذة، خصوصا صوص الشوكولا هي عملته هيك على ايدها فطالع معها بجنن. وعن جد أطيب من 100 سلطة فواكه بالمطعم أو عند أي محل، يعني كل واحد بيعرف شو حاطلها وكلها صحية وذكية. هلا أنا ورفقاتي يعني إذا بدنا نجتمع عاملين هيك يوم محدد بالأسبوع، كل مرة عند وحدة، فهيك بنحب نحط الضيافة كلها على الطاولة، وخصوصا هلا بالبرد وهيك فبنجهزها خلاص بنضل قاعدين هيك مبسوطين. آخر شي هيك الله يجزيها الخير حاطلنا فطور وطبخة كشك برول اللي هي كشكة الصبح، وعملت هيك فول متبل مسبحة، يعني حواضر. الله يديم علينا هالنعمة يا رب ويجبر بخاطره. هون اجا زوجي واخذنا كمان لبيت حماي. هلا يمكن تكتبولي انه ما كتير بتروحي لبيت حماكي، هلا يعني نحن ببلد وهن ببلد يعني، وصعب صاير هالروحة بهالايام. زوجي عم يشتغل وما على طول فاضي انه ياخذنا ويجيبنا، يا بنروح سهرة واذا صح له شي يوم بيوصلنا من اول النهار بنضل عندهم. وهيك والله كان طريقنا لبيت حماي، وما شاء الله لسه العالم محتفلة ومزينة، كانت اجواء غير شكل. وبلشنا هيك فورا انا وسلفاتي، وهلا هي الطبخة على طريقة سلفتي ما شاء الله بتطلع المندي معها بتطير العقل. فاول شي هون غسلنا الدجاج وفركناه بملح مشان الزنخة، وضفنا له هيك كم حبة من الهيل والقرنفل وورق الغاف والقرفة. انت حاولي هيك انه زين. هلا أول شي حطينا الدجاج على الغاز للسلق، وبعدين بلشنا بتجهيز الصلصة للمندي. هلا المندي ما بدها لا بندورة ولا فليفلة، بس بنحط لها هيك بصلة وجزر هيك برشناه برش. هلا سلفتي بتحب تكتر لها جزر، وعن جد جربوها وراح تدعوا لها كتير كتير طيبة. هلا والبصلة مو ناعمة، يعني هيك شرحات صغيرة.
وهيك بعد ما جهزنا البصلة على الناعم شرحات هيك صغيرة مو ناعمة كتير مثل ما قلت لكم، بدنا ندخن الزيت. هلا هون كمان صرفتي بتدخن الزيت اللي بدنا نطبخ فيه الرز، هيك بفحمة شغلناها وهيك بغطاء أو شي ستيل نحط عليه نقطة زيت تطلع جاهزة. وهيك كمان صحن فجل قطعناه وجهزنا أغراض السلطة وغسلناها، يعني هيك بنشتغل على مهلنا. أطيب الشي الخس. كمان عم تدرسوا؟ يا عيني على الشطورين. شو عم تكتب نزو؟ حرف شو هذا اللي عم تكتبه؟ حرف القاف. هذا حرف الفاء. ام ايدك لشو؟ ورجيني دفترك. وين العشرة؟ أخذت 10 ولا لا؟ يا عيني خطك شو حلو ومرتب ما؟ كتير شطور اللي بيهتم هيك بالدفتر. يا عيني ما أحلاه. شو مكتوب هون؟ بتعرف شو مكتوب؟ شو مكتوب هون؟ هون أمامة. ممتاز يا عيني والله شطور ما شاء الله. هي أميرة عم تكتب وظايفة وهي أيلول كمان عم تكتب. نعمل دقوس فهيك قطعنا بصلاية حبة من البصل يعني وفلفلة. نضيف لها هيك هي البندورة المضغوطة. يا سلام اكتبي شي هي البندورة بتطلع مثل التازة. وهلا هيك بدنا نعملهم بالخلاط هيك دورة صغيرة. هيك رشة ملح صغيرة ورشة صغيرة من ملح البيت. بدنا نجهز الصوص اللي بدنا ندهن فيه الدجاج. هلا هون عندنا معلقة دبس بندورة صغيرة، كمان معلقة صغيرة من الزيت، كمان رح نضيف رشة ملح صغيرة، رشة فلفل، رشة بهارات تعطي لون حلو وطعمة طيبة. رح نضيف لها رشة كاري صغيرة من الفلفل الحمراء. هلا هدول كلهم بيعطوا هيك نكهة طيبة ولون حلو للدجاج بصير هيك محمر. رشة صغيرة من ملون الطعام يعني هيك نتوفة صغيرة هيك بتعطي لون، ومعلقة صغيرة من اللبن هيك بتعطي طراوة للدجاج. الدجاج بكفيه تقريبا صار له شي نص ساعة. الضغط فورا استوي يعني ما بيطولوا قد الطنجرة العادية. الزيت اللي دخلناه رح نضيف له كم ورقة من الغار وحبة قرفة ورشة هيل ورشة قرنفل. هلا الزيت اللي دخلناه بالفحم ضفنا له هيك كم حبة من القرنفل والهيل وورق الغار وقطعة قرفة. هلا بدنا نحمص فيهم البصلة لحتى تدبل مع رشة ملح صغيرة، وكمان آخر شي بنضيف الجزر، نضيف له رشة ملح صغيرة مشان تدبل بسرعة. اللون صابح. الجزر بعد ما هيك دبلت حبة البصل ورح نقليها مع البصلة. يا سلام لون الجزر عن جد ما في أحلى منه. هلا رح نصف الدجاج عشان نعمل لهم هيك شوية صغيرة بالفرن. وهيك بعد ما سلقنا الدجاج سبحان الله يعني هلا هيك فينا نحطه هيك على المندي، بس يعني وقت بينشوى هيك الواحد بيقبل فيه أكتر، حتى الأولاد بتحبه أكتر، بتطلع هيك محمرة الدجاجة من وشها وغير شكل. هلا هيك بعد ما قلينا البصلة مع الجزر كمان هيك ضفنا الرز. ما شاء الله هلا الرزات كتير كتار، طبخنا تقريبا كيليين. فهيك بعد ما حمصناهم شوي مع الجزر والبصل فنقلنا نصهم على طنجرة تانية، يعني هيك حبينا نطبخهم بطنجرتين منشان تطلع الرزة مفرفدة وهيك كل حبة رز واختها. وهلا آخر شي هيك ضفنا لها رشة فلفل قبل نصبة مرقة الدجاج. وهلا بندهن الدجاج بالصوص يلي عملناه. هلا مثل ما قلت لكم معلقة اللبن كتير ضرورية بالصوص يلي عملناه، تعطي هيك طراوة للدجاجة وما بتخليها هيك تيبس أو تقرمد. لا إلا الأمير صار ما يقدر. وهيك ضفنا نصبة مرقة الدجاج ودخلنا صينية الدجاج اللي هيك دهناها على الفرن هيك تحميرة صغيرة شغلت 10 دقايق أو ربع ساعة. بلشنا بتجهيز السلطة. هلا بندورة خس خيار يعني المتواجد معكم فيكم تضيفوه للسلطة، يا خنا حمراء
وهيك الله يديم علينا هالنعمة يا رب. وهلا آخر شي هيك الرز بعد ما غلى وتنشف، يعني تقريبا استوى على الأخير، ودخلناه بدنا ندخنه هلا مثل ما شفتوا، يعني هيك طفينا عليه النار وحطينا على الفحمة شوية زيت وحطينا ملون الطعام، وهلا هو بكون بودرة بس هيك ذوبناه بشوية مي. وهلا هيك بنغطيهم وبنكمرهم هيك بشقفة أو مدة منشان بس هيك تضل الدخنة وياخدوا طعمة الدخنة تبع الفحم. وآخر شي هيك خلطنا الدقوس يلي بدنا نعمله، خلطناه وعبيناه بزبادي، وبدكن إياه حار فيكم تضيفوله فلفلة حدة، بدكم إياه حلو ما في داعي للفلفلة عن جد، يعني المندي ما طيب معها غير الدقوس. وهي السلطة بعد ما جهزناها، الله يديم علينا هالنعمة يا رب ويعطينا ويعطيكم ألف عافية. ما شاء الله شوفوا لي هالرزات طالعين بشهوا القلب، يعني بس هيك يكونوا مكتر بالطنجرة بيتفرفدوا وبياخدوا راحتهم، بيطلعوا كل حبة رز واختها. وشوفوا لي هالألوان اللي بتشهي القلب. هيك سكبنا الرز بصينية كبيرة وراح نصف عليها الدجاج. ما شاء الله لون الرز بشهي القلب. هلا تقريبا طريقتي أنا يعني نفس طريقة سلفتي، بس هي بتحب تكتر جزر، بتقلي البصلة هيك خشنة شوي، وما شاء الله طالعة الطعمة روعة. يعني عن جد احنا بنحب أكلة المندي على طول بنتحدياتها، طالعة بتشهي القلب والله يجزيها الخير ويديم هالجمعات الحلوة واللمة الحلوة. وهيك انتو شو رأيكم بالتعليقات كيف كانت أكلة المندي؟ هيك آخر شي بتعرفوا بعد الأكل بدها كاسة شاي. وبهالسهرة وقت إجا زوجي وأكيد يعني أكل، سخنت له أكل لأنه ما كان بيقدر يجي يتغدى معنا، فهيك عملنا فنجان القهوة، وهاي كان نهاري يوم كامل مع بيت حماي. والحمد لله على الجمعة وعلى اللمة، والله يديم علينا المحبة للجميع كمان يا رب. وشربنا قهوتنا وبدنا نروح على البيت. زوجي هيك كان شاري صوبيا، وأخيرا عن جد أنا كتير هيك مشتاقة لصوبيا المازوت، بما إنه كنا بتركيا يعني 12 سنة ما ركبنا صوبيا، وحتى بتركيا ما كان في صوبيا مازوت مثل اللي عنا موجودة بسوريا. فهون زوجي أول شي وقف الولاد، كان جايب بالهم بيتي فور والبرازق، فجبنا للولاد. بتعرفوا هيك بحبوا يفوقوا الصبح بياكلوا لهم قطعتين بيتي فور بما إنه ما بيقبلوا على الفطور فورا قبل المدرسة. وكانت هيك الأجواء كمان مطر، والله يبعث الخير يا رب. وإجينا على البيت منشان نركب الصوبيا ونجربها، وكتير كتير متحمسة للصوبيا. أخيرا جبنا الصوبيا، عن جد صار برد يعني مو طبيعي، فهيك اشترينا صوبيا. وهلا بس نركبها. هاي البواري وهاي الصينية، باقي هاي اللي بيقولوا لها هيك الطابة أو الطوبة اللي بحبوا فيها مع زوت. يا سلام والله مبينة ظريفة. شو متحمسين على الصوبيا؟ يا سلام. هاي البواري وهيك قبل ما نركب الصوبيا قلت رح أعمل هيك تنظيفة للغرفة، تكنيسة ومسحة، بما إنه بده يصير صعب هيك أرفع السجادة وإنه أمسح تحتها إذا تركبت الصوبيا، وخصوصا إذا قعدت على السجادة. فعملت لها هيك تنظيفة منشان هيك نعمل سهرة على رواق بالغرفة. والبنات كتير مبسوطين ومتحمسين لأنه أول مرة بشوفوا هيك صوبيا. فإجا زوجي وبلشنا بتركيبة، وبتشوفوا الأولاد كلهم هيك حواليه وعم يساعدوه مبسوطين. هلا وصار الصوبيا مع البواري مع طوبة المازوت ومع كمان الصينية اللي تحت الصوبيا، هلا كلفتنا كلها تقريبا $100.
يعني هلأ هي كاملة مكملة ب100$. يعني بس صوبيا حجمها كبير ومن النوع الظريف، يعني حديدة ظريف. هلأ في منها مثل التنك عم يجي ما ظريف أبدا أبدا. ما صار. واخر شي كاسة شاي جنب هالصوبيا غير شكل، والله يدفينا يا رب برحمته. وهلا هيك بدي انهي الفيديو معكم بذكر الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الضغط على زر اللايك، وهيك تعملوا لي تعليق حلو مثل قلوبكم. يلي دخلت جديد على قناتي ما تنسى تكبس على زر الاشتراك وتفعل زر الجرس ليصلكم كل اشعار جديد، وربي يبارك فيكم. بتمنى لكم الصحة والعافية، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.